السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وصباحكم منور، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية رب العالمين. أنتم المشتركين والمشتركات معي. علاج طبيعي هاشيموتو، قائمة مفصلة ومدققة للسيريال، كل ما هو حب وحبوب وش هي الممنوعات نتكلمكم عليهم. نعطيكم القائمة الآن، ممكن تسجلوا إذا حبيتوا تاخذوا ورقة وقلم. أول شيء وهو لافوان أو اللي يسميوه الشوفان، أفوان أو الشوفان. الأماغونت ممكن يكون الدولة عندها أماغونت فممنوع. القمح مفروغ منه، القمح ممنوع، فيه مادة الغلوتين، هذا البروتين اللي لما يدخل للجسم يعاود يهيج الأجسام المضادة. عنده تقريبا نفس الشيء مع الغدة الدرقية، يتشابهوا. بروتين الجلوتين يتشابه مع الغدة الدرقية، فالجسم يبعث أجسام تهجم على الجلوتين، البروتين الجلوتين، وكذلك الغدة الدرقية في نفس الوقت تهيج. البلغل أو البلغل هذا اللي يستعملوه الأتراك والناس المشارقة، البلغل هذا ممنوع. الإبلي كذلك، هذاك القمح اللي ينتفخ ويأكلوه ممنوع. لي بوتخ وهو نوع من أنواع القمح ممنوع. الفارو، فارو. الكموت، الكموت ما نأخذوش كذلك. المايس أو الذرة، المايس والذرة. الميلي، الميلي الأفارقة يأخذوه جدر، يطحنوه ويعملوا به طبخات وأكلات. ممنوع الميلي في فترة العلاج. الشعير ممنوع. الأرز كذلك. السغزة وهو القمح الأسود، عبارة عن ذرة سوداء، يعني سوداء، الحنطة السوداء. لو ساغل. والسرغو، السرغو نوع من أنواع. والتيف، تيف أو التاف. إذا ملاحظة فقط، هذه فترة العلاج نمنع علينا كل هذه الأمور. هو احتمال كبير الجلوتين يعمل لنا مشاكل تهيج الأجسام المضادة. الإنسان واش يعمل؟ يحب يدخل هذو، يبدا مثلا بالارز، ياكل كميه قليله من الارز ويشوف مع نفسه بشويه بشويه. بعد اسبوع اسبوعين اذا لقى بلي الروز جيد يهز ورقه ويسجل الارز جيد ليا، ما عمل لي اي شيء، اذا نستعمله في مأكولات مطبوخات حلويات، نضعه جانبا الارز. الحاجه اخرى مثلا الكموت نفس الشيء، نجربه بكميات بصح ما ندخلوش العناصر كلها في نفس الوقت لان تختلط علينا الامور. اذا ناخذ مثلا الشوفان، ناخذ منه كميه قليله ونصبر 3 ايام 4 ايام نشوف مع نفسي، وبعدها نزيد نكمل الشوفان ونشوف مع روحي. والامور اللي اكتسبتها من قبل ولات مسموحه نكمل عليها. اذا هذه كانت بعجاله، ما نطيلش عليكم، قائمه الحبوب لسيريال اللي تستعمل، اللي راهي تمنع بتاتا، ما ناخذوا اي شيء. نوعت منها لان كاين مناطق اخرى في العالم منوعه، فتكلمنا على كل شيء. نتمنى لكم تكونوا بصحة وعافية يا رب العالمين. ما تنسوش تشتركوا نجيكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.